أهلا وسهلا مرة ثانية عزيزي طالب الصف التاسع. اليوم بدنا نبدأ بدرس الجذر التربيعي لعدد موجب. خلينا قبل ما نبدأ بأي شيء بالدرس بس نأكد إنه نحن متذكرين هذا الكلام كثير منيح، إنه بنعرف مربعات الأعداد من 1 لل 15. يعني 1 ضرب 1 1، 2 ضرب 2 4، 3 ضرب 3 9، 4 ب 4 16، 5 ب 5 25، 6 ب 6 36، 7 ب 7 49، 8 ب 8 64، 9 ب 9 81، 10 ب 10 100، 11 ب 11 121، 12 ب 12 144، 13 ب 13 169، 14 ب 14 196، 15 ب 15 225. هي الأعداد لازم تضل ببالي، لازم خليني يكون حافظها، وهي أساس درس الجذور. طيب بروح لعند التعريف. بيقول لك التعريف: نقول إن العدد B هو جذر تربيعي للعدد A إذا كان، يعني ال B بيكون هو الجذر تبع ال A بحيث إذا ال B ربعناه طلع لنا A. يعني رحت أنا مثلا سألت حالي ما هو الجذر التربيعي للعدد مثلا 36، فهون أنا بدي أشوف العدد اللي إذا ربعته بيطلع لي 36، فهذا العدد بيكون هو الجذر تبع 36. فاسأل حالك شو هو العدد اللي إذا ضربناه بحاله بيطلع 36؟ رح تقول لي 6. رح أقول لك تمام، بس كمان في عدد ثاني إذا ضربناه بحاله بيطلع 36 اللي هو سالب 6. لاحظ إنه إذا قلنا 6 ضرب 6 36، تمام، يعني 6 إذا ربعناها بتطلع 36. طيب ولاحظ إذا قلنا سالب 6 ضرب سالب 6 كمان بيطلع، شوف، السالب بالسالب موجب، و6 ب6 36، فكمان سالب 6 تربيع يساوي 36. فلذلك جذر ال 36 شو هو؟ في عنا جذرين، في عنا الموجب 6 وفي عنا السالب 6. وأي عدد غير الصفر، تمام، موجب طبعا له جذرين، جذر موجب وجذر سالب. يعني مثلا إذا سألت بدال ال 36 رح تسأل ما هو الجذر التربيعي للعدد مثلا 9، يعني شو العدد اللي إذا ربعناه بيطلع 9؟ فرح تقول لي والله 3، يعني 3 ضرب 3 يساوي 9، 3 ربعناها طلعت 9. طيب والعدد الثاني مين هو؟ رح يكون سالب 3، يعني سالب 3 ضرب سالب 3، السالب بالسالب موجب و3 ب3 9، يعني سالب 3 تربيع يساوي شو؟ 9. حلو. طيب إذا رحنا سألنا مثلا ما هو الجذر التربيعي للعدد 5؟ مين العدد اللي إذا ربعناه بيطلع 5؟ فرح تقول لي جذر الخمسة بالطريقة هي. هاد إذا ضربت، شوف، جذر الخمسة ضرب جذر الخمسة رح يطلع لك 5، يعني جذر الخمسة تربيع شو يساوي؟ 5. معناتها في عنا جذر الخمسة، يعني خلص حطوا له جذر بس. طيب والعدد الثاني هو ناقص جذر الخمسة، لأنه ناقص جذر الخمسة ضرب ناقص جذر الخمسة، شوف، السالب بالسالب موجب، وجذر الخمسة بجذر الخمسة 5. لما تضرب والجذر نفسه بيروح الجذر، شايف؟ مثل جذر الخمسة ضرب جذر الخمسة 5، فناقص جذر الخمسة كمان لما نربعها شو بتطلع؟ 5 موجبة. لاحظ إنه التربيع بيطير السالب وبيطير الجذر، إذا في عندك 5 وفي عندك ناقص جذر الخمسة. حلو. طيب هلا أنا قبل شوي كنت عم بحكي عن التعريف إنه كل عدد غير معدوم وكل عدد موجب غير معدوم له جذران. مثلا ال 25 شو جذر ال 25؟ موجب 5 وسالب 5، مو هيك كنت عم اقول؟ بلا، بس لما نحط رمز الجذر، لما اكتب هيك رمز الجذر 9، هون بحط حصرا وفقط الجذر الموجب، شايف؟ عندما نضع رمز الجذر هذا نقصد فقط الجذر الموجب. يعني إذا أجى حدا راح قال والله جذر العدد 9 هو 3، هذا الكلام صح. إذا حدا قال جذر
العدد 9 هو سالب 3. صح. إذا لك حدا قال جذر 9 يساوي 3، صح. أما إذا إجا حدا قال جذر 9 يساوي سالب 3، هاد غلط. لما تحط رمز الجذر فأنت بتحط فقط الجذر الموجب. لكن إذا عم تحكي كلام بالعربي فالتسعة على جذرين اللي هن الموجب 3 وسالب 3. هذا التعريف الجذر التابع العدد موجب. ومثل ما قلنا هي الأعداد من الواحد لل 15 لازم كل عدد من الواحد لل 15 نكون حافظين مربعه. وتعال هلا نروح بعد ما شفنا التعريف نتعرف على الخواص اللي بتحققها الجذور التربيعية. طيب أول خاصة عندك إياها جذر الصفر يساوي صفر. بظن ما بدي شرح. رقم 2 جذر ال A ضرب جذر ال A يساوي A. وهذا الكلام نفس ما كنت عم أقول قبل شوي، مثل مثلا جذر 3 ضرب جذر 3 يساوي 3، مثل مثلا جذر 7 ضرب جذر 7 يساوي 7. ونفس هي الخاصة رقم 3 بنفس الروح وبنفس المعنى، إنه جذر A تربيع يساوي A. أو مثل ما بيحب بعض الناس يقولوا إنه الجذر والتربيع بيروحوا مع بعض. يعني مثل مثلا جذر 3 للتربيع يساوي 3، مثل مثلا جذر 5 للتربيع يساوي شو؟ 5. بيروح الجذر مع التربيع، بيروح الجذر مع التربيع. طبعا هذا الكلام لازم يكون العدد A هو عدد موجب تماما. يعني هلا إذا كان صفر جذر الصفر صفر قيمة، إذا كان أي عدد غير الصفر وموجب فبينطبق عليه هذا الكلام. طيب هل كان سالب؟ لا. إذا كان سالب هذا الكلام كله بتأكس عليه. العدد السالب ليس له جذر تربيعي. شايف كيف؟ العدد السالب ليس له جذر تربيعي. يعني مثلا إذا إجا حدا كتب جذر السالب 9، هلا هذا الكلام غلط. ماشي؟ بس أنا عم أسأل ليش غلط؟ أعطيني عدد إذا ربعته إذا ضربته بحالة بيطلع سالب 9. إذا قلنا 3 ضرب 3 9 موجبة. طيب إذا قلنا سالب 3 ضرب سالب 3، السالب بسالب موجب كمان 9 موجبة. بيجي واحد هلا أجدد بيقول يلا موجب 3 ضرب سالب 3 بيطلع سالب 9. ما مشي الحال، أنت حطيت مرة موجب مرة سالب ما عاد نفس العدد. أنا عم أقول العدد نفسه بدي ربع أضربه بنفسه ما في. فالعدد السالب بشكل عام شو ما كان يكون ليس له شو؟ جذر تربيعي. يلا رقم 4 يلي بتقول جذر ال A ضرب جذر ال B يساوي جذر A ضرب B. وهي بتنقرأ من اليسار لليمين وبتنقرأ من اليمين لليسار. إذا بدك تقرأها من اليسار لليمين يعني إذا عددين مختلفين وبيناتهم ضربوا عليهم جذور فأنا بحق لي أضربهم تحت جذر واحد. مثلا جذر 2 ضرب جذر 3، شايف؟ رقمين عليهم جذور وبيناتهم ضرب، فيك تحط جذر 2 ضرب 3 يعني 6. يعني لو هون مكتوب جوات الجذر الكبير A ضرب B مو معناته انه لازم اكتب جوات الجذر 2 ضرب 3، مو هيك المقصد. المقصد انه A ضرب B هو ناتج الضرب، هيك المقصد. فمثل هذا الكلام. وقد ما بدك في امثله كثيره، مثلا جذر 7 ضرب جذر 5، بما ان العددين عليهم جذر وبيناتهم ضرب فشو بتصير؟ جذر 35. ممتاز. وفيك تقرأه من اليمين لليسار انه اذا عندي جذر بقلبه ضرب فانا بحق لي وزع الجذر على الضرب. يعني مثلا جذر كبير بقلبه 9 ضرب 16، شايف؟ فانت فيك تحط جذر للتسعة لحال وجذر لل 16 لحال اذا كانت العمليه ضرب. يلا هلا جذر التسعة شو العدد اللي اذا ربعنا بيطلع 9؟ 3 ضرب جذر ال 16 شو العدد اللي اذا ربعنا بيطلع 16؟ 4. 3 ضرب 4 12. ممتاز. يعني انا اذا عندي عددين عليهم جذور وبيناتهم ضرب بحق لي اضربهم. طيب اذا بيناتهم زائد لا ما بيصير يا جماعه. بيناتهم ناقص لا ما بيصير. طيب ومن اليسار من اليمين لليسار اذا عندي جذر بقلبه ضرب فيني وزع الجذر على الضرب. طيب بصير وزع الجذر على الجمع؟ لا. بصير وزع الجذر على الطرح؟ لا. شايف؟ يعني مثلا اذا حدا قال والله جذر 9 زائد 16، شايف؟ بعدين قال لي يلا جذر التسعة لحال زائد جذر ال 16 لحال وجذر التسعة 3 وجذر ال 16 4 وجمعهم بيطلع 7. هذا الكلام غلط. الصح اذا زائد بتقلي ما بيصير وزع الجذر. طيب شو بصير اعمل؟ اجمع 9 زائد 16 25 بقلب الجذر ويساوي 5. شايف كيف؟ اذا هون عم اقول لك بالضرب اذا العددين عليهم جذر بيصير اضربهم وبالضرب بيصير وزع الجذر على الضرب. طبعا الزائد والناقص لا ما بيصير بس على الضرب. يلا الخاصة رقم 5
بتقول لك جذر ال A على جذر ال B يساوي جذر A على B. وهي الخاصة مثل الخاصة الرابعة بالضبط. فيني أقرأ من اليسار لليمين وفيني أقرأ من اليمين لليسار. من اليسار لليمين مثلا جذر ال20 على جذر 2 مثلا. إذا العدين عليهم جذور فيني أقسمهم تحت جذر واحد. هلا هون مالي مضطر أحط جذر 20 على 2، القصد A على B ناتج القسمة هيك يعني هلا فيني احط جذر 20 تقسيم 2 10. المقصد انه اذا العددين عليهم جذور فانا بحق لي قسمهم مثل ما بحق لي اضربهم بحق لي قسمهم. طيب وفيني اقرا من اليمين لليسار. يعني اذا عندي مثلا جذر 4 على 25 فانا بحق لي اوزع الجذر على القسمه. يعني احط جذر 4 لحال على جذر 25 لحال. جذر الأربعة 2 وجذر ال 25 شو 5. بس انتبه كثير منيحه للخاصه الرابعه والخامسه، انه بيصير اضرب اذا الرقمين عليهم جذور وبيصير وزع الجذر على الضرب. بيصير قسم اذا الرقمين عليهم جذور وبيصير وزع الجذر على القسمه. اما على الزائد والناقص ما بيصير حفور هذا الكلام حافر بمخك. بالضرب والقسمه بيصير اضرب وبيصير وزع. بالجمع والطرح ما بيصير اضرب، ما بيصير اجمع وما بيصير وزع. طيب شو بعمل لك؟ بنشوف هذا الكلام لاحقا. طيب هلا هدول هن الخواص الخمسه 1 2 3 4 5 للجذور. وهلا رح نروح نحكي عن العمليات الحسابيه، يعني الجمع والطرح والضرب والقسمه مع الجذور، مشان نشوف اذا زائد او ناقص شو لازم نعمل. يلا ما نبلش بالعمليات ورح نبلش مع الجمع. طبعا اللي بيصير على الجمع بيصير على الطرح نفسه. اذا قلنا مثلا جذر الخمسه وكمان جذر الخمسة، هون جذر الخمسة في ناحة أو مضروبة بمثلا 2، وهون جذر الخمسة في ناحة مثلا 7. فهلا هون بتقلي هون في عنا جذر الخمسة وهون في عنا جذر الخمسة، بتحط جذر الخمسة. يعني لاحظ ما قلت 5 زائد 5 10، لا خليتها مثل ما هي. يلا بجمع العددين اللي برا 2 زائد 7 شو 9. هيك اموري صح، هيك اموري تمام، هيك بتعامل مع عمليه الجمع. يعني ملاحظه اذا حدا قال راح مثلا قال والله جذر 2 ضرب جذر 3 يساوي جذر الخمسة، هلا هذا الكلام غلط. هذا القصد بالضرب كنا نضرب اللي جوا مع اللي جوا، خلصت القصه. اما بالجمع لا، ما بيصير نعمل هيك. طيب شو بيصير نعمل لك؟ اعمل لك هون في جذر الخمسة مثلا، هون في جذر الخمسة، بحط جذر الخمسة وبتجمع الرقمين اللي برا. هي اذا عندك زائد او اذا عندك ناقص كمان نفس الشيء. مثلا خلينا نقول 3 جذر 2 ناقص 7 جذر 2 هيك. هون في جذر 2 وهون في جذر 2، شو بتحط؟ بتحط جذر 2. يلا موجب 5 وسالب 7 اشارات مختلفة بنطرح. 7 راح 3 4 ونحط اشارة السبعة اشارة عدد الابعاد، يعني ناقص 4 جذر 2 هيك. يعني هيك بالجمع والطرح. طيب بركي مثلا على سبيل المثال كان عندي مثال هيك جذر 50 زائد جذر 18 هيك. هلا انا هل بيصير اقول والله يلا نحط جذر ونجمع 50 زائد 18 68؟ لا، عرفت انه لا ما بيصير اجمع الاعداد اللي جوا. لو كان ضرب بيصير اضرب، بس جمع ما بيصير اجمع. انه اجمع 50 زائد 18 وحط جذر 78 او 68 يعني ما بيصير. طيب شو بيصير اعمل لكان؟ بيصير بسط جذر 50 وبسط جذر 18. بعدين اذا صار معي مثل هذا الكلام او مثل هذا الكلام بشتغل. يلا كيف بنبسط جذر 50؟ في عندك طريقة حلوة، طريقة التحليل إلى عوامل. هي 50 تقسيم 2 25. طبعا قسمت على 2 لأنه عدد زوجي. 25 تقسيم 5 5. قسمت على 5 طبعا ليش؟ لأنه الآحاد 5. إذا نشوف 50 تقسيم 2 25. 25 تقسيم 5 5. هلا 5 تقسيم حالة تقسيم 5 1. ممتاز. كان قبل شوي ال 50 عليها جذر مو؟ فهدول الأعداد لاحظ ضربتهم 2 ب 5 10 10 ب 5 50. الأرقام اللي عليهم ضربهم 50. يعني فيني أقول إنه جذر ال 50 هي عبارة عن جذر 2 ضرب جذر ال 5 ضرب جذر ال 5. بالاستفادة من الخاصة الثانية اللي احنا تعلمناها قبل شوي، عندك جذر ال 5 ضرب جذر ال 5 شو بتعطيني؟ 5. بالضرب إذا الجذر نفسه والرقم نفسه بيروح الجذر. شايف تتذكر تبع جذر ال A ضرب جذر ال A يساوي A. يعني إذا عندي جذرين مضروبين ببعض والرقم نفسه بيروح الجذر بضل الرقم نفسه. إذا جذر ال 5 ضرب جذر ال 5 5. والاثنين ضلت يا حرام محبوسه جوات جذر 2 هيك. يلا جذر 18 كمان بامكاني حلل هيك. 18 تقسيم 2 9
9 تقسيمة 3. هون ليش قسمت على 2؟ لأنه زوجي. هون ليش قسمت على 3؟ لأنه هذا من جدول الثلاثة. يلا 9 تقسيمة 3 3 و3 تقسيمة 3 1. إذا جذر 18 عبارة عن جذر 2 بجذر 3 بجذر 3. هيك شو بتعمل بعدين؟ جذر 3 بجذر 3 بيعطيك 3. طيب وجذر 2 يا حرام ضلت محبوسة، بتنزل جذر 2 بهالطريقة هي. هلا بعد ما بسطت بلاحظ انه هون عندي جذر 2 وهون عندي جذر 2، فبحط جذر 2 وبجمع 5 زائد 3 8. هيك بيصير. تعال ناخذ مثال آخر، مثلا جذر 108 ناقص 2 جذر 75. يلا شو لازم نعمل فيه لها؟ لازم نبسطه. 108 تقسيم 2 54 تقسيم 2 27. هلا ما عاد اتقسم على 2. تقسيم 3 9 تقسيم 3 3 تقسيم 3 1. معناتها جذر 108 هو عبارة عن جذر 2 بجذر 2 بجذر 3 بجذر 3 بجذر 3. جذر 2 بجذر 2 2 وجذر 3 بجذر 3 3. وعندك جذر 3 لسه زاد. 2 ضرب 3 6، صار عندك 6 جذر 3. هلا هي الناقص 2 بتنزل. يلا جذر ال 75 ايضا لازم نبسطه. 75 فيني اقسم على 2؟ لا لانه مو زوجي. طيب تقسيم 3 25. هلا ما عاد يتقسم على 3 كمان. تقسيم 5 5 تقسيم 5 1. طبعا ليش بيتقسم على 3 وما بيتقسم على 3 بيتقسم على 5 وما بيتقسم على 5؟ رح تتذكر هذا الكلام راجع درس قواسم مشتركة. إذا كان مجموع الخانات من جدول الثلاثة مثل هون 7 و5 12 من جدول الثلاثة هو بتقسم على 3. هون 25 5 و2 7 من جدول الثلاثة 27 لا معناتها ما بنقسم على 3. بس بما انه الاحد 5 فيني اقسم على 5. المهم جذر ال 75 هو جذر 3 بجذر 5 بجذر 5. هلا جذر 5 بجذر 5 5 وجذر 3 ناحية صارت عندك شو؟ 5 جذر 3. بس دير بالك شوي، هون هي ما صارت 25. هون اذا طلعنا لفوق الجذر والاثنين ما في بيناتهم اشاره، معناتها بيناتهم ضرب. فهون ايضا عندك ضرب. طيب صار عندك طرح وصار عندك ضرب، مين لازم نساوي اول؟ اكيد لازم نساوي الضرب. تضرب العددين اللي برات الجذر 2 ضرب 5 10. جذر 3 بينزل مثل ما هو، وهون عندك 6 جذر 3 وهي الناقص. فلاحظ هلا بما انه الجذر نفسه بتحط الجذر نفسه عندك اللي ما له اشاره موجب موجب 6 وسالب 10 بتطرح 10 راح 6 4 وتحط اشاره الابعد اشاره العشره يعني سالب 4 جذر 3. في عندك مثال اذا قلنا مثلا جذر 7 زائد 2 جذر 7، انه هذا الجذر ما في نحو رقم، فاذا ما في نحو رقم بتحطه له 1. لاحظ هلا الجذر نفسه بتحط الجذر نفسه 1 زائد 2 3 3 جذر 7. وهلا هي الامثله كانت عن عمليه الجمع. تعالوا نروح بعدين لحتى نحكي عن عمليه الضرب. على سبيل المثال جذر 2 ضرب جذر 3 شو بتعطيك؟ جذر 6. طيب اذا كان عندك مثلا 7 ضرب جذر 2 هيك بيصير اضرب السبعة بالاثنين؟ لا. ليش؟ لأن الاثنين جوا والسبعة برا، فشو بتعمل هون؟ بتكتب لي اياها هيك 7 من برا و2 من جوا يعني 7 جذر 2. فلاحظ انه 7 جذر 2 هي نفسها 7 ضرب جذر 2، إذا ما في بيناتهم إشارة معناتها نفسها إذا بيناتهم شو؟ ضرب. طيب أعطيني مثال أكبر، خلينا نقول مثلا 5 جذر 2 ضرب 3 جذر 2 هيك. شوف هلا هون ضرب وهون يعتبر ضرب وهون يعتبر ضرب. يلا الضرب عملية تجميعية، يعني فيك تختار هدول الأربعة كلهم مضروبين ببعض، تختار أي اثنين بدك إياهم. طبعا أنت أكيد لك مصلحة تختاري اللي برات الجذر مع اللي برات الجذر هيك. 5 ضرب 3 15. يلا واللي جوات الجذر باللي جوات الجذر. يلا شوف مثلا لو كانت هي 3 مثلا بتقول جذر 2 ضرب جذر 3 جذر 6. شايف شو عم يصير؟ أما هون 2 يعني شو الفرق؟ الرقم نفسه. فجذر 2 ضرب جذر 2 بيعطيك 2. شايف؟ جذر 2 ضرب جذر 2 2 حاف. مرة ثانية لو كان عندك جذر 2 ضرب جذر 3 شو بتصير؟ جذر 6. في جذر ومحط ضرب جواته جواب الضرب. أما هون الرقم نفسه جذر 2 ضرب جذر 2 2. لا تقول لي جذر الأربعة خلص 2 هيك تقول لي. وشو في بيناتهم؟ ضرب. هلا صار عندك 15 برا و2 برا بيصير اضربهم هي بيصير 15 ضرب 2 30. ممتاز. واللي بيصير على الضرب بيصير كمان على القسمة. خلينا نشوف هيك مثال هيك كبير شوي. مثلا جذر 12 زائد جذر 3 على جذر 3
يلا إذا إجا حدا وقال رح اختصر جذر 3 من فوق مع جذر 3 من تحت، فهذا الكلام غلط. ليش؟ لأنه هون في زائد ما بيصير تختصر. يلا إذا شو بدي أعمل؟ بدي أجمع. طيب هلا بيصير قول يلا حط جذر و12 زائد 3 15؟ لا ما بيصير، بالزائد ما بيصير اجمع الأرقام اللي جوا. العمل شو بيصير أعمل لك؟ لا بيصير اختصر، لا بيصير اجمع 12 و3. شو بيصير أعمل؟ مثل ما قلنا بدك تبسط ال 12. يلا بسط ال 12. 12 تقسيم 2 6 تقسيم 2 3 تقسيم 3 1. يعني جذر 12 هو عبارة عن جذر 2 بجذر 2 بجذر 3. جذر 2 بجذر 2 2 2 برا و3 جوا، يعني 2 جذر 3 زائد هلا هي جذر 12 اعطتني 2 جذر 3 زائد جذر 3 على جذر 3. يلا انا ليش بسطت؟ مشان اقدر اجمع. هيا بنا هون جذر 3 وهون جذر 3 بتحط لي جذر 3، وهون ما في ناحية رقم شو بتحط لي؟ 1. 2 زائد 1 3 على هاد جذر 3. يلا هلا هون شو في؟ هون في ضرب، فهون بتقول لي هلا صار فيني اختصر. جذر 3 مع جذر 3 راحت، فشو زاد عندي؟ زاد عندي 3. يا عيني يا سلام، شيء جميل جدا. طيب فهلا نحن حكينا عن العمليات مع الجذور، عن الجمع وعن الطرح وعن الضرب، ومثل ما قلنا يلي بيصير على الضرب نفسه بيصير على القسمة. طيب في عندي شغلة مهمة اسمها إزالة الجذر من المقام. يعني إذا لقيت عندك كسر فيه مثلا 6 على جذر 2 جذر بالمقام، فهذا الجذر بالمقام لا تخليه موجود. هلا إذا كان الجذر بالبسط معلش هي جذر 2 إذا كانت فوق معلش، بس إذا الجذر تحت اللي ما بيصير خليها هيك. شو بتعمل؟ الجذر بالمقام تضرب فيه تحته وفوق، ضرب جذر 2 من تحت وضرب جذر 2 من فوق هيك. هلا تحت جذر 2 ضرب جذر 2 2 فوق 6 ضرب جذر 2. شو بدنا نعمل؟ بنحطهم ناح بعض، ما بيصير اضرب ال6 اللي برا بال2 اللي جوا، هيك بتصير. هلا ال6 اللي برا و2 اللي جوا بتقسمهم 6 تقسيم 2 3 وبيزيد عندك جذر 2 بهالطريقه هي. يلا اعطيني مثال ثاني، مثلا 10 على جذر 5 مثلا. يلا عندك جذر بالمقام تضرب تحت وفوق بهذا الجذر يلي بالمقام. عندك تحت جذر 5 تضرب تحت وفوق بالجذر 5. تحت جذر 5 ضرب جذر 5 5 فوق 10 ضرب جذر 5 بصير 10 جذر 5. هلا بتقسم اللي برا مع اللي برا، 10 تقسيم 5 2 صار عندك 2 جذر 5. ممتاز يا عيني يا سلام. طيب هلا نحن بس من باب العلم بالشيء لحد الآن حكينا عن تعريف الجذر، وحكينا عن خواص الجذور، وحكينا عن العمليات الأساسية جمع وطرح وضرب وقسمة، وحكينا عن إزالة الجذر من المقام. حلو، خلنا ناخذ بعض الأمثلة الغريبة شوي والمثيرة للاهتمام. مثلا كيف بجذر عدد فيه فاصلة؟ على سبيل المثال جذر 1.44 على سبيل المثال جذر 0.25. هيك كيف بجذر عدد فيه فاصلة؟ شوف اخي، اول شيء هي الجذر موجود ماشي. شو يعني 1.44؟ مثل ما تعلمنا درس طبيعة الأعداد، بتقيم الفاصلة بصير 144 وبتحط ضرب 10 أس سالب 2 لأنه يمين الفاصلة في مرتبتين. ممتاز. طيب ثاني شيء بقى تستعمل الخاصة الرابعة اللي تعلمناها، بما انه عندك العملية ضرب فبيحق لك توزع الجذر على الضرب، يعني جذر ال 144 لحال وجذر ال 10 أس سالب 2 لحال. يلا هلا جذر 144 شو العدد اللي اذا ضربناه بحاله بيطلع 144؟ 12، وهذا حافظينه من بداية الدرس على اساس لانه 12 ضرب 12 144 معناتها جذر ال 144 12. يلا 10 أس سالب 2. هلا هون عندك قوة. هلا هذا الكلام اللي حقوله انتم اخذينه بالصف الثامن، لكن على كل حال كمان لما ناخذ درس القوى هلا بالصف التاسع فرح نرجع نعيده لهذا الكلام اللي هلا رح اقوله. انه اذا عندك جذر A أس N جذر قوة ماشي، فبتقيم الجذر وبتحط N على 2، يعني جذر القوة بتعطيني نصف الأس. طبعا لحتى هذا الكلام يكون صح لازم يكون ال A عدد موجب، والأهم لازم يكون الأس شو؟ عدد زوجي عشان يكون النص. يلا فهون حط 10 قيم الجذر واعطيني نص السالب 2. شو نص السالب 2؟ سالب 1. هلا صار عندك 12 ضرب 10 سالب 1 زيح الفاصلة على اليسار صار عندك 1.2. ممتاز.
هذا المثال الثاني. يلا قيم الفاصلة 25 ضرب 10 أس سالب 2 لأنه يمين الفاصلة مرتبتين. وزع الجذر، جذر ال 25 ضرب جذر 10 أس سالب 2، جذر ال 25 5 ل 10 أس سالب 2 أعطيني نص الأس وراح الجذر صار 10 أس سالب 1. 5 ضرب 10 أس سالب 1 زيح الفاصلة على اليسار يعني صارت 0.5. هيك مثلا باخذ جذر عدد فيه فاصلة. طيب كمان شغلة أخيرة وخلينا نختم فيها هذا المقطع. راح حدا قال لك مثلا نصف العدد جذر 2 3 هيك. يلا قام راح واحد اجدب بقى قال لك والله يلا 32 شو نصها 16، فنصف جذر 32 هو جذر ال 16 وجذر ال 16 4. هذا الكلام سب تماما اخي الكريم غلط. ليش؟ شوف هي جذر 32 شو يعني نصف؟ نصف يعني خلينا نقول تقسيم 2. فالغلطه اللي عملها هذا الشخص انه قسم العدد اللي جوات الجذر على العدد اللي برات الجذر. ما بيصير. نحن تعلمنا بالخواص هيك، بالخواص جذر ال A على جذر ال B يساوي جذر A على B. يعني اذا العددين اثنيناتهم لهم جذور فبيحق لي اقسمهم. طب هون واحد عليه جذر وواحد ما عليه جذر، شو بعمل؟ بروح ببسط. يلا جذر 32 بسط 32 تقسيم 2 16 تقسيم 2 8 تقسيم 2 4 تقسيم 2 2 تقسيم 2 1. هي 1 2 3 4 5. جذر 2 بجذر 2 2 جذر 2 بجذر 2 2 وفي جذر 2. هلا 2 برا ب 2 برا صارت 4 جذر 2 على 2. يلا اختصر اللي برا مع اللي برا 4 تقسيم 2 2 صار عندك 2 جذر 2. هاي هي الإجابة الصحيحة. خلينا ناخذ مثلا مثال ثاني لطيف. يلا خلينا نقول ثلث العدد 6 جذر 6 هو. يلا هي 6 جذر 6. إذا نصف يعني تقسيم 2 فثلث يعني لحظة شو هي؟ 6 جذر 6. هيك كنا عم نقول إذا نصف يعني تقسيم 2 ثلث شو يعني؟ ثلث يعني تقسيم 3. يلا هلا شو بتعمل؟ إذا حدا قال راح والله إنه قسم 6 تقسيم 3 و6 تقسيم 3 وحط لك 2 جذر 2 غلط. طيب شو الصح؟ فقط بتقسم اللي برا مع اللي برا. 6 تقسيم 3 2 يعني 2 جذر 6. فأخي الحبيب قبل ما نختم هذا المقطع، هي بعض الأشياء اللي عم تصير إنه هون بيصير وزع الجذر وهون ما بيصير، هون بيصير اضرب هون ما بيصير، هون بيصير قسم هون ما بيصير. هي الأشياء خليها بالك منيح لأنه السؤال الصح والغلط وسؤال اختيار الإجابة الصحيحة هي الأخف من هذا النوع بتكون فيه. بيجي الواحد بيلاقي سؤال اختار الإجابة الصحيحة، بيلاقي سؤال صح أو غلط، بيقول لك شوف ما في أسهل من هيك، بيروح بيحله وبيخبص. ليش؟ السؤال بيغفله، يعني الإجابات بيكون هيك منظرها حلو، بس الواحد بيقول يلا عجبتني هي إجابة رح اختارها. بيكون مثلا الاختيار شو عامل؟ جامع جذر 2 زائد جذر 3 مثلا أعطيك جذر 5. ما بيصير. على سبيل المثال يعني بدك تنتبه انه شو الاشياء اللي صح اعملها، شو الاشياء اللي ما بيصير اعملها. شايف كان لازم تكتب وراي انه هون بيصير وزع، هون بيصير اضرب، هون بيصير قسم، هون ما بيصير قسم. شايف مثلا مثل هاد هون ما بيصير اخذ نص ال 32 بدي بسط وقسم الرقم اللي برا فقط. شايف كيف؟ بقسم الرقم اللي برا فقط على 3 وجذر ال6 بينزل مثل ما هو. الى هنا بكون انتهيت من هذا الدرس. اتمنى انك تكون حصلت على منتهى الفائده اخي الطالب الحبيب. حط لي اعجاب واكتب لي اي كلمه حلوه بالتعليقات لحتى اعرف كم حدا وصل لهذا المكان. واتمنى نراكم على خير في المرات القادمه. بالمقطع القادم باذن الله رح نحل مسائل عن درس الجذور. والى اللقاء. Here we go.